السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملخص أخبار الأهلي اليوم الجمعة. لا تنسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ويا ريت تعملوا لايك لهذا الفيديو. اللهم فرج عن أهل غزة يا رب العالمين. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو اليوم في الدوري المصري. استقر خوسيه ريبيريو المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي. حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري. خط الوسط اليو ديانج، محمد علي بن رمضان ومحمد مجدي قفشه. في خط الهجوم أحمد سيد زيزو، محمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه. بالنسبة لموعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري والقناة الناقلة، سوف تقام المباراة اليوم الساعة 9 مساء، ويدير المباراة الحكم الدولي محمد معروف كحكم ساحة. وتذاع مباراة الأهلي وفاركو عبر قنوات اون سبورت، إذ هي الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشتها. وتعتبر مباراة الأهلي وفاركو هي التاسعة بين الفريقين من تاريخ المواجهات. وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 6 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين أحرز لاعبو الأهلي 20 هدف، وتلقت شباك الأهلي 5 أهداف. قائمة الأهلي: عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو. بالنسبة لقائمة النادي الأهلي، القائمة شهدت عودة حسين الشحات وأحمد رمضان بعد الغياب عن الجولة الأولى. بالنسبة للقائمة: حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير. خط الدفاع ياسين مرعي وأحمد رمضان وأشرف داري ومحمد شكري وكريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا ومحمد هاني. في خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، إليو ديانج، محمد مجدي قفشه، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وحسين الشحات. خط الهجوم: نتيس جراديشيار ومحمد شريف. دي بالنسبة لقائمة النادي الأهلي لمواجهة فاركو. وبالنسبة أيضا لغيابات الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري، هيغيب عن المباراة إمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم وكاظم إبراهيم، دول عشان خاطر الإصابة. كما يغيب محمد أحمد سيحة وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى العش وأحمد عبد القادر بقرار من خوسيه ريبيريو. ويغيب حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله للتواجد في معسكر منتخب مصر للشباب. أما بالنسبة لمران الأهلي، محاضرة من ريبيرو قبل لقاء فاركو. اختتم الأهلي آخر استعداده لمواجهة فاركو اليوم في الدوري، وخاض الفريق مرانه الأخيرة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وعقد الإسباني خوسيه ريبيريو المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالتحضير لهذا اللقاء. وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات متنوعة استعدادا لهذه المباراة. مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي خلال 10 أيام بعد جراحة الفتاء. يحتاج مروان عطية لاعب الأهلي ل 10 أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل متدرج، حيث يواصل اللاعب أداء تدريبات بدنية وتأهيلية للتعافي من الإصابة. محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو اليوم في الدوري. دخل محمد الشناوي قائد الأهلي في منافسة قوية من أجل العودة لحراسة عرين الأهلي في مباراته أمام فاركو اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز. وشهدت مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى السبت الماضي تواجد مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي للأهلي، ولكن قد تشهد مباراة اليوم تعديلات على التشكيل. ريبيرو في حيرة بسبب مركز الجناح الأيسر في الأهلي. ينوي المدرب الإسباني إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق أمام فاركو، ويأتي في مقدمة التغييرات المرتقبة إعادة محمد مجدي قفشه إلى دكة البدلاء، وهناك اتجاه لمشاركة أشرف بن شرقي الأساسي بدلا من تريزيجيه، لكن هذه الأمور ما زالت محل نقاش بين ريبيرو وجهازه المعاون بالفريق. كما تحدث ريبيرو مع تريزيجيه من أجل التخلص من أفة اللعب الفردي باتت السمة الغالبة لأداء تريزيجيه. ورغب المدرب الإسباني في تصحيح أزمة تريزيجيه من خلال تقديم أداء جماعي يفيد الفريق، في ظل أن اللاعب لديه إمكانيات فنية كبيرة، لكن عليه توزيع مجهوده بشكل يخدم الفريق ككل. وتأتي جلسة ريبيرو مع تريزيجيه بسبب الأداء المتواضع الذي ظهر به اللاعب في مباراة مودرن سبورت، وقدم اللاعب أداء غير جيد حسب رؤية كثير من الخبراء والمحللين. كولومبوس الأمريكي يخطر الأهلي بموعد إرسال القسط الأول من صفقة وسام أبو علي. أبلغ مسؤول نادي كولومبوس كرو الأمريكي نظرائهم في الأهلي بأنهم سيقومون بتحويل القسط الأول من قيمة صفقة وسام أبو علي خلال أيام قليلة بعدما وشكت أزمة اللاعب على الانتهاء. وتحدث وسام أبو علي مع إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية، وأكد لهم أن نادي كولومبوس كرو أوشك على إنهاء أزمة التعاقد معه، مشيرا إلى أن الصفقة سوف تتم نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. في الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.
ولو بتحب النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي اعمل لايك لهذا الفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس الاشعارات علشان يوصلك جديد الاخبار. واشوفكم في اخبار تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.